نقوم بالعبادات كما أمرنا الله به، الصلاة والصوم والحج وكل التفاصيل والعبادات الأخرى. ولكن أحيانا الجيل الجديد بيفكر طب هو أنا ليه أروح أحج وألف حوالين الكعبة 7 مرات؟ إيه الفرق؟ إيه؟ بتقولي إيه؟ إيه ده؟ الحج ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ ليه ما نعملش الحج اونلاين؟ يعني نعمله بالزوم بقى كده والحاجات دي. الحاجات تطورت، ليه لازم نروح نلف حوالين الكعبة 7 مرات؟ استاذه لميس، ممكن بس استفسر من حضرتك من حاجه، او ممكن تعلميني حاجه؟ يعني مثلا ايه، انا سمعت كلامك وجبت من ميتا فيرس بتاعتك ديت وقضيت مناسك الحج. افرضي بقى وانا في نص المناسك الحج بتاعتي النت قطع، هنا بقى هل اروح اجدد الباقه وارجع اكمل اللي انا ناقصني، ولا ابتدي من جديد؟ مع دماغي بس انا عايز افهم بس. او في حاجه تانية، انا طبعا بقى ايه شغلت دماغي عنك بقى، معلش يا استاذ لميس. انا معايا كعبه في البيت، انا مثلا لو هعمل مناسك الحج على البرنامج ده انا كده هعمله لوحدي، لكن ده هحطه في نص الصاله، ركزي معايا، وهجيب عيالي ومراتي ونأدي بقى مناسك الحج عليها، هنحطها كده في النص ونلف عليها ونسميها حج اوف لاين، نسميها حج اوف لاين. ايه رايك؟ ده حضرتك بالنسبه للكعبه يعني. طيب بالنسبه بقى لرجم الشيطان، هنا المفروض اعمل 3 رجمات للشيطان. في حاجه عايز اعملها، اجيب دبدوب واجيب 3 طوبات من الشارع واحدفهم عليه واكتب ورقه كده عليه الشيطان، ولا اكبس على الشاشه لو انا هعمل لوحدي بقى مناسك الحج على الميتافيرس دي؟ الحوار عايز تفصيله، ممكن توضحي لنا اكتر حضرتك؟ والله العظيم يا شيخ، ده انت يا شيخه غلبت الكفار يا شيخه. ده كانت الناس بتسافر على جمال بالشهور والاسابيع عشان تأدي المناسك الحج هناك، ويا ريتهم كمان كانوا بيعبدوا ربنا، ده كانوا بيعبدوا اصنام كمان، ما استكفوش بالاصنام اللي عندهم في البيت وقالوا ان احنا لا، ده احنا نروح للصنم الكبير بتاعنا. حضرتك بتكلميني على مشقه؟ يعني الناس بقول لك بتسافر بجمال، ودلوقتي تقولي لي مشقه؟ اللي الناس بتسافر اصلا بطيارات، هي ما فيش ظرف نص ساعه وتبقى عند الكعبه. يا شيخه ارحمونا بقى، ربنا هيعمل فينا ايه اكتر من كده؟ يا شيخه خليك انت في برامجك، وخلي الدين واهل الدين ومناسك الحج للناس اللي بتفهم. والدين خلاص كده من هب ودب اي حد بقى يتكلم فيه، حسبي الله ونعم الوكيل.